انا شفته وهو بياكل او هو بيشرب، انا شفت واحد بياكل وبيشرب في نهار رمضان، افكره اقول له خلي بالك انت في رمضان على اساس ان هو ناسي. جمهور العلماء بيقول لك لازم ايه؟ لازم تفكره، قول له يا عم انت صايم. لان ده امر بالمعروف ونهي عن ايه؟ عن منكر. في راي ثاني بقى تخيل بيقول ايه؟ بيقول لا ما تفكروش. معقوله؟ سيبه ياكل ويشرب لغايه ما يفتكر لوحده. ليه يا عم؟ قال لي ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انما اطعمه الله وايه؟ وسقاه. فدي رزق جاي له من ربنا، سيبه ايه؟ يكمل. سيبه ياكل، انت هتمنعه رزق ربنا ليه؟ يعني تخيل، شوف يعني رحمه الاسلام. النبي بيقول فانما اطعمه الله وايه؟ وسقاه. سيبه ياكل ويشرب منين ما يفتكر لوحده. انت كده بتمنع رزق ربنا. الله. ولكن الراي الاول راي الايه؟ راي اغلب العلماء ان انت واجب عليك ان انت ايه؟ ان انت تفكر وتقول له يا عم ان انت ايه؟ صايم. بس انا يعني بذكر الراي الثاني ده، او تقول له اللهم اني صايم، المهم يفتكر. المهم يفتكر، تذكره باي شيء. بس انا بحكي الراي الثاني لانه راي يدل على